شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، شهر القرآن والصيام والقيام. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم فيه على خير الأعمال وصالحها. أيها الإخوة، حديثي معكم في هذه الدقائق المعدودة عن بعض فضائل شهر رمضان، وفضائله عديدة لا يمكن حصرها، ولكن لعلنا نتحدث عن بعضها وفيها الغنية والكفاية بإذن الله تعالى. أول فضائل هذا الشهر أن الله جل وعلا اختصه بأن جعله محلا للصيام، وأوجب الله الصيام في هذا الشهر على عباده المؤمنين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام، فجاء الصيام رابعا لها لأهميته، وجعل الله هذا الصيام في هذا الشهر المبارك شهر رمضان تمييزا له عن سائر الشهور. ومن الفضائل لهذا الشهر المبارك أن الله أيضا أنزل فيه القرآن. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان، فكان نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. ومن فضائل شهر رمضان المبارك أن الله جل وعلا جعل فيه هذه الليلة المباركة ليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة التي هي خير من 1000 شهر، كما قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فما أعظم هذا الشهر المبارك وما أجله. ومن فضائله أيها الإخوة أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا لها من فضائل عظام. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بهذا الشهر الكريم صياما وقياما وحسن عمل إلى الممات. ومن فضائله أيضا أيها الإخوة أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومنها تكفير الذنوب، أي من فضائل شهر رمضان تكفير الذنوب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الفضائل العظام لهذا الشهر المبارك حري بنا اغتنام هذا الشهر العظيم، وأن نقوم فيه بأنواع العبادات والقربات والمسارعة إلى الخيرات والمنافسة في الطاعات، فلعلنا لا ندرك رمضان القادم. فالبدار أيها الإخوة، فلا يثبطنكم الشيطان عن بلوغ أعالي الجنان. وفقني الله وإياكم لاغتنام شهر الخيرات والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان